ماشي هو الجزائر، والحق كاين خي ديالي المغرب ماشي هو الجزائر. كمل. الحق ما شهدت به الاعداء. كاين خي ديالي. كمل. بجوج تعرضوا لنفس الاستعمار ولكن ماشي نفس المعامله. هنا غادي نحبسك اخي ديالي، الاستعمار ماشي هو الاحتلال، كاين فرق بيناتهم. وغادي نشوفوا واحد الاختلاف في المعامله ديال المستعمر الفرنسي ما بين المغاربه وما بين الجزائر على لسان الجنرال ليوطي اللي خي ديالنا كيستشهد بالجنرال ليوطي مؤسس الدولة المغربية وكاتب الدستور ومصمم العلم المغربي والنشيد الوطني المغربي. تفضل اخي ديالي كمل. الله يستر اخي ديالي، الله يستر. كان هو الحاكم الفرنسي في الجزائر ومن بعد في المغرب. في وقت الاستعمار كان التنافس ما بين المانيا وفرنسا على المستعمرات، وهنا الجنرال ليوطي كيقول بان المانيا باش تحارب فرنسا اختارت المغاربه وسلحاتهم ودعمتهم، ولكن ما اختارش الجزائريين. علاش؟ لانها كانت عارفه شراسه المقاتلين المغاربه بالمقارنه مع الجزائريين. شراسه المقاتلين المغاربه، وانا نقول علاش المانيا خسرت الحرب. كمل اخي ديالي كمل. قال ايضا بان سقوط الجزائر كان بواحد السهوله وبواحد السرعه بالمقارنه مع المغرب. لكن بلاتي يا خي ديالي، كيفاش المقاتلين المغاربه شرسين لدرجه قدروا يخسروا 26 جزيره مغربيه لصالح اسبانيا ومدينتين كاملتين سبته ومليليا؟ واش هادو شرسين غير في الفراش اخي ديالي؟ واش باغي تسطينا؟ فرنسا ملي جات المغرب لقات مقاومه شرسه. بلاتي يا خي ديالي، مادام شرسين ولقى مقاومه شرسه، علاش خليتوا الجنرال ليوطي اللي راك تستشهد به يبني لكم اكبر حي للدعاره في العالم في الدار البيضاء وخدم فيه 10,000 مغربيه لاشباع رغبات الفرنسيين؟ لانه فرنسا كانت تعاني ذلك الوقت من واحد الامر، انه الجنود الفرنسيين كانوا يروحوا بزاف لفرنسا، فبالتالي بناو لهم ذلك الحي باش ما يرجعوش الفرنسيين ويقعدوا يقاتلوا في شمال افريقيا. لقات الدوله متجدره ونظام قوي، ورجعوا للمذكرات ديالو غتلقاوه في تصريح كيقول بانها الامبراطوريه المغربيه الشريفه. تبارك الله على الشرف. واش ممكن تصيفطوا لينا شويه ديال الشرف اخي ديالي؟ الناس اللي تيقولوا مراكش واخا هذا شرف، ولكن واش نتوما لاباس؟ خي ديالنا مقلق حيت كنقولوا مراكش، واش حنا اللي كنقولوا؟ وليوطي هو اللي كتبها في الدستور تاعك. وييه هذه الماده الاولى اللي كتبها الجنرال ليوطي سنه 1908 كتقول اخي ديالي يطلق على جميع الاقطار المراكشيه اسم الدوله المغربيه الشريفه، وانت اللي كتستشهد بها اخي ديالي. واش غتسطينا؟ كاين زوج حوايج قدرنا نستنتجوهم من الفيديو اللي درته. الاستنتاج الاول هو انه دائما المغاربه يلجؤون الى الماضي لكسب معارك وهميه على الجزائر. الاستنتاج الثاني انه المغاربه شرسين فقط على المانيا ليس على وطنهم. السلام عليكم.